انا متاكده ولو مره في حياتك غادي تكون تلاقيتي مع واحد النوع ديال الناس اللي حاسين براسهم بلا قياس. تقول ما قدهمش الارض، باغيين يطلعوا للسماء، حاسين براسهم بلا قياس. هذه هي عقدة المتفوق. واليوم في هذه الحلقة غادي نهضر معكم على هذه العقدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة. اليوم غادي نهضر على واحد الموضوع مهم بزاف في الصحة النفسية وفي العلاقات. عقدة المتفوق. بزاف ديال الناس كيبانوا لكم وكأنهم فوق الآخرين، كيتفاخروا بزاف وتيقللوا من القيمة ديال الناس اللي معاهم، ولكن في الحقيقة هذا السلوك راه عنده واحد الجذور نفسية عميقة. في هذه الحلقة غادي نكتشفوا معا المعنى ديال هذه العقدة والعلامات اللي كتبينها، الأصل ديالها وبعض الحلول العملية باش نتجنبوا نطيحوا في هذه العقدة. عقدة المتفوق أو عقدة الاستعلاء هي واحد الحالة نفسية كيصدر فيها واحد الشخص واحد السلوكيات كتعطي الانطباع بلي هو أحسن من الآخرين، سواء معك في الحياة اليومية، معك في الخدمة، كتعرفوا من بعيد، من العائلة. داك الشخص كتحس بيه كيشوف راسو كتر من الاخرين، هو اللي كيعرف كل شيء. الناس الاخرين عندهم ما ساويين حتى حاجه، حتى حد ما كيعرف يدير شي حاجه، ما يعرفوا يهضروا، ما يعرفوا يتناقشوا، ما يعرفوا يعيشوا. سبحان الله هو اللي كيعرف كل شيء. هاد العقده كتخلي الشخص كيامن باللي راه كيكون عنده واحد القدره مبالغ فيها، وباللي راه الانجازات ديالو راه ما عرفتش فين وما عرفتش شنو، وباللي هو راه احسن من كل شيء. وهذا الشيء غالبا كيجي من واحد الإحساس داخلي بالنقص. عالم النفس ألفريد أدلر هو اللي وصف هذه العقدة كأنها رد فعل على عقدة النقص. يعني الإنسان فاش كيكون عنده نقص في الشخصية ديالو ولا في شي حاجة، كيحاول يغطي بهذا الضعف ديالو بهذه التصرفات ديال الاستعلاء والإحساس باللي راه هو فوق الناس الآخرين. غندوز معكم دابا الأصل ديال هذه العقدة. كما تقريبا جميع العقد كيجي هادشي من الطفولة، يعني التربية في الدار مع الناس المحيط ديالك، ديك التربية اللي كتكون كتضغط على الطفل بزاف باش انه يكون الاول، يكون الافضل، يكون الاحسن. تيقول لك انا جيت الثاني كتقولي لا كان عليك تجي الاول، وتيكون واحد الضغط هائل من الابوين، يا واحد فيهم يا بجوج يا من الوسط، انه راه ما كتكونش عندك قيمة الا الا كنتي ناجح، كنتي الاول، كنتي الاحسن، كنتي الافضل. وهذا الشيء تيخلي الطفل اللي ماشي في القدره ديالو انه يكون الافضل، لان ماشي جميع الاطفال غادي يكونوا هما الاولين في المدرسه ولا غادي يجيبوا احسن النقاط ولا غادي يكونوا اطفال مطيعين، ماشي كاملين. دونك هاد الضغط اللي كيكون على الطفل تيخليه يبين باللي هو اللي احسن، هو اللي افضل. هاد الشيء كيجي من داك الضغط اللي كيديروا عليه الوالدين. اكيد كاينين التجارب المبكره، يعني كل ما هاد الطفل تيكبر وتيحس بالاهمال او الفشل، كيولي كيغطي على هذا الاحساس ديالو بالاستعلاء ويبين للناس بلي هو راه احسن منهم وبلي هو افضل، باش حتى واحد ما يكشف هذاك الفشل اللي هو كيصحاب ليه بلي راه كيعيشو. والمجتمع اكيد، لان المجتمع دائما تيربط قيمة الانسان بالانجازات ديالو المادية او الاكاديمية. يعني انت خصك تقرا، خصك دير الفلوس باش انك تسمى راك ناجح او لا راك مزيان. وهذا نوعا ما صحيح، غير هو الطريقه باش المجتمع كيتعامل مع الشخص اللي مازال ما حققش هذه الامور على انه انسان اللي ما يسوى ما يصلح. وهاد العقده هذه تيقول لنا ادلر، هذا العالم النفسي، ان عقده ديال التفوق هي راه ماشي قوه حقيقيه. يعني هاد الناس راه ماشي هو عنده نيت ديك القدره او داكشي اللي كيبين باللي هو راه عنده، راه يقدر ما يكونش عنده. هذه غير واحد الوسيله كيديرها باش يدافع على راسو ضد هذا الاحساس ديال النقص. شنو هما العلامات اللي غتبين لي بلي الشخص الاخر او لا انا براسي عندي هذه العقده؟ اولا التفاخر المستمر بالانجازات والقدرات. انا درت وانا فعلت وانا وصلت، وكون ما انا يعني كأن العالم انت اللي هزو بين يديك. التقليل من قيمة الآخرين والسخرية منهم. أكيد الإنسان اللي عنده عقدة المتفوق خصو يقلل من الناس الآخرين باش يبين راسو الفوق. يعني كتسمع الشخص سواء كيقلل منك انت ولا تيقلل من ناس اخرين، هذاك ما دار والو، ما عرفش انا اللي درت ليه. ثالث حاجه، البحث الدائم عن السيطره في العلاقات او المواقف.
كاملين كنعرفوا هذاك الشخص اللي تتحس به خصو هو يكون المسيطر. ضروري كاين في العائله هذاك اللي فاش كتجلس في الطبله، سواء فاش كتجمعوا في العيد ولا في المناسبات، او الا ما كانش عندكم في الدار نيت الاسره الصغيره، هذاك الشخص خصو هو اللي يكون كيهضر، وكتحس به باللي هو اللي واخد زمام الامور، وباللي عنده ديك السيطره كيبغي يفرضها، وتيبدا يصحح في الناس، وانت ما درتيش هذه مزيان وانت خصك دير هذه بهذه الطريقه. وسبحان الله حتى الطريقه ديال الهضره ديال هاد الناس فيها واحد النوع من التعالي، الاحساس ان نجاح الاخرين كيهدد القيمه ديالو الشخصيه. عرفتي داك الانسان اللي ما كينجحش، اللي ما كيفرحش للنجاحات ديال الناس الاخرين وتيشجعهم، تيكون خايف، كيحس باللي راه هذاك الانسان الا نجح هو راه هو ما غاديش ينجح. يعني ان النجاح ماشي شي حاجه اللي غادي يقدر هو يوصل ليها الا مشى توصل ليها شي واحد اخر. وكتلقاه دائما كيقلل من الناس واخا يكون اللي كان. عرفتي راه الانسان يمشي يقرا يخدم يوصل يقول لك ايوا ما داك الدومين ما عاطيهش هذاك الشيء والو، دير معاه اللي درتي معاه انت، ما عمرك شي حاجه ما وصلتيش ما حققتيش. مثلا كاينين الناس معاك في الخدمه، دائما تتلقى هذا النوع ضروري يكون في الخدمه، ان تيبين لك الا ما درتش الخدمه بالطريقه ديالو هو راه والو راه. وتيكون حتى في العلاقات ما بين المراه وراجلها، كاين الراجل اللي دائما ينتقد مرته تيقول لها لا ماشي هكا، ودائما كيعطيها هذاك الاحساس باللي هو راه عارف كل شيء. وفاش كيجي خوها مثلا يقول لها شي هضره ولا امها ولا بات، عادي غير كيخربق عليك، هذاك ما كيعرفش، هذاك كيخربق. وعنده الناس كاملين تيخربقوا. من بعد العلامات غادي ندوز معكم لاشنو غادي ندير الا انا فيا العقده. اول حاجه الوعي الذاتي، خصني نفهم ان السلوك ديالي راه ممكن يكون واحد القناع كيخفي الضعف اللي عندي، حيت كاينين الناس عندهم هاد العقد وما عارفينش، ما عارفش هو كاع باللي ها من جايه هاد العقده، وها الاصل، وها كيفاش خصني ندير. يعني اول حاجه نعرف انا راسي، نجلس مع راسي اش كندير هكا، علاش نتصرف هاد التصرفات. تاني حاجه نتواضع، الانسان يحاول ما امكن يكون في التواضع. علاش؟ لان الانجازات ديال الاخرين راه ما كيهددونيش انا. كل واحد عنده القيمه ديالو، كل واحد عنده الشخصيه ديالو، كل واحد عنده رزقه. دونك فاش ربي كيرزق شي حد راه ما كيديش ليا من عندي انا. نعاود نعرف بالنجاح، يعني انا كإنسان عندي هاد العقده ديال التفوق وكيبانوا ليا الناس راه ما ساويين والو. غلط، خصني نعاود نعرف باللي راه النجاح ماشي دائما مرتبط بالسيطره او التفوق. راه ماشي حيت انت احسن منهم راه انت اصلا بصح نيت احسن منهم. يعني راه جلس مع راسك وشوف المشكل اللي عندك منين، وخصك يكون عندك واحد الرضا داخلي بينك وبين نفسك، ويكون عندك واحد التوازن. نحاول نطور الذات ديالي ونفسي بلا مقارنات مفرطه. يعني ما نبقاش نقارن نفسي مع الناس الاخرين ونبقى نقول هذا احسن مني، ولا خصني نبين ليه بلي انا راه وصلت. الا وصلتي راه وصلتي غير لراسك، راه ما وصلتي حتى شي حد اخر. نجحتي في حياتك راك نجحتي لراسك. راه اي حاجه كديرها في الحياه راه اولا واخيرا كديرها لراسك، ما كديرهاش للاخرين. واكيد الا كانت هاد العقده كيحس بها الانسان انها قويه بزاف وكتاثر ليه على العلاقات ديالو، ضروري الانسان يحاول يطلب المساعده، يحاول يشوف العلاج النفسي. لانه في بعض الاحيان بصح راه هاد العقد راه كيخليو حياه الانسان تولي جحيم. ايوا صراحه كخلاصه غنبغي نقول لكم باللي فاش كتشوفوا الناس الاخرين تيحسوا باللي انهم افضل من الاخرين، ولا واحد الانسان اللي تقدر تكون عنده هاد العقده، عرف باللي هاد الشيء راه غير قناع اللي تيخبي به هذاك الاحساس بالنقص. غدا ولا بعد غدا يبان لك الانسان مستعلي وكيتفاخر، عرف باللي راه يقدر مسكين في طفولته راه كان عاش واحد النقص واللي حد الان مازال كيعيشو. والتواضع يخص يعرف الانسان ان التواضع راه ماشي ضعف، راه بالعكس راه قوه، وكتخلي العلاقات صحيه والنجاح متوازن. وديما كنقول واحد الهضره، ان الانسان يخلي عقله صغير ويقبل يتعلم، ويقبل يعرف حوايج اخرين. راه ماشي انت بوحدك اللي كتعرف، وماشي انت هو احسن واحد. واخا في الدومين قاريه، واخا يكون داكشي ديالك، واخا دائما الانسان يصغر عقله ويتقبل اراء الاخرين، ويتقبل النقد البناء، ويتقبل افكار الناس الاخرين. كنتمنى نكون فدتكم ولو بالقليل. الى حلقه مقبله ان شاء الله، خليت لكم الهنا والراحه.